هلا يا هلا يا هلا، مساكم الله بالخير يا كرام. اليوم عندنا غدا مزرعة الغانم عند ابو علي قبل نروح العراق. ايش رايك بالموتر؟ والله العظيم ما قاعد ابو حمد دكتور مساك الله بالخير ربع، ايش رايك بالموتر؟ والله قاعد اقول له شوف الاستخدام، شوف ابو جاسم هيفي ديوتي يعني كل شيء مخليه تبع كله. جاسم تكد عليه ولا بس والله بنزلها والله بنزلها ماشي. ما حد راح يزورك العياده. غدا داخل هني ما بيصور لي خصوصيه العزيمه، يعني هي العزيمه خاصه على شرف رئيس البرلمان العراقي والمحافظ، عدد طيب من النواب. وبعد ما نخلص الغداء نطلع ونروح نحضر المباراة. ابو علي ما شاء الله قبوله طيب، رجل دولة وما زال حتى وهو برا المنصب يحضرون دعواته ويدعونه. اول مباراة لما رحنا لها كانت دعوة من رئيس البرلمان العراقي لابو علي لحضور الافتتاح، وايضا استقبله عند الحدود العراقية. فهذه ابو علي يرد الدعوة وكرم الضيف واجب عند الكويتيين. هذا احنا وصلنا حدود الكويت. والله الجمهور للحين قاعد يحضر. باقي شهر المباراة. حيا الله الشيخ. حيا الله ابو جاسم. حيا الله من جانا. ما قصرت والله. سامحنا على القصور. والله ما قصرت. المكان مكانك والبيت بيتك. حياك الله. نروح المباراة؟ روح دايركت المباراة. عندك الموضوع من اطوف الحدود، عندك الموضوع. يمي. كفو. هذا حجم الدورية يمكن. يا جماعة المنفذ تو يقول لنا اليوم رقم قياسي باللي عبروا المنفذ للعراق. ما صارت بتاريخ الكويت فوق 12,000 كويتي عابر المنفذ حق المباراة. الرقم القياسي كان عندهم ب 2016 7,000 كانوا رايحين الأربعينية. فإن شاء الله الجمهور ينبسط بالمباراة ونحقق نتيجة. بس أبد وصلنا. سهالات. هذا وفد ابو علي الغانم مودع رئيس البرلمان. قواك الله يا اخوي حبيبي، سلم. والله هذا منفذ العراقي. قد يجون دول الحماية. تعال. الجوازات. طلع جوازات مصر. وين هذا الضابط؟ ما خابر عبد الله وينه؟ ان شاء الله كله كويتيين. كله كويتيين. جاهز؟ عراقي واحد بس عراقي يسوى بلد. وحسن اول عمرك مشكور على جية العشاء. ومثل ما انتم ما قصرتوا ويانا هناك، ان شاء الله احنا بعد ما قصرنا وياكم اليوم. نروح المباراة؟ نروح المباراة وشوف فايزين ان شاء الله. ان شاء الله.